كيف تسوي منتج شورتس المحترفين على كابكت زي كده. What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest growing طيب أصدقائي، زي ما شفتم في المثال السابق إن شاء الله في هذا الفيديو هنشرح الطريقة على تطبيق كابكت نسخة الهاتف. بتأكد إنك مسوي لك هذا الفيديو واشترك المشترك عشان يوصلك الشروحات القادمة، ويلا بينا نبدأ. طيب أصدقائي، زي ما انتم شايفين أنا حاليا في كابكت، تمام. فكل اللي هنسوي له هنقوم بإضافة الخلفيات اللي هنشتغل عليها. فهبدأ ذهب إلى تراكو، هنقوم بإضافة الخلفية هذه، تمام. الآن هنقوم بالذهاب إلى زر الخلفية تحت كروما ونحدد له اللون. كثافة نخليها على 30 كده، بالثلاثينات ضي هنخليها على 18 نمتنع الصح، تمام. نرجع برضه ممكن نسوي كروب يعني أو قص بهذا الشكل من يمكن الصولين هنا ممكن، تمام. نعطي قص يطلع معنا بهذا الشكل. الآن هنبقى أساسي وما أساسي تغيير الحجم ونكبر الحجم كده شوي، نصغره هنا بهذه الطريقة، تمام. طيب أول خطوة هنجي هنا ونضيف كي فريم ونمشي كده كم ثانية كده شوي. لأن هنا كي فريم هنجي كي فريم الأول نسحب الخلفية أو كاركتر كده الأسفل ونجي نعطي كيرف اللي يكون كيرف هذا. What if you could ممكن كمان نقربه كده شوي ونحذف النقطة هذه برضو الكيرف هنخليه كده، تمام كده ممتاز. What if you could reach طيب الخطوة اللي بعد كده شرف هنقوم بإضافة السهم. طيب بالنسبة لموضوع السهم شابه احنا شرحناه في الفيديو السابق، فلو انت حابب انك تعرف الطريقة الأخرى لعمل السهم فرجع الفيديو السابق هتشوف لي طريقة شرحت فيها كيف تسوي السهم من خلال إصبعك في كابكت. طريقة سهلة جدا، لكن سهل اليوم هذا هيكون السهم بهذا الشكل. طبعا بالنسبة للطريقة هذه فهي بس على أساس تعرف تسوي أنيميت لأي سهم أو لأي شكل من الرسوم. لو كان في عندك شكل معين، تمام. أنا مثلا في عندي هذا السهم ممكن هنخلي التدوير كده حاجة زي كده نعطي علامة الصح. طيب الآن الخطوة اللي بعد كده شباب هنقوم بعملية إضافة ماسك. فهنكير القناع ونسوي له ونذهب نختار هذا، تمام. ممكن نريها كده شوي لهنا نعطي نقطة، تمام. ونزيد كده هنا نسوي عكس أو قلب، نريها بين هنا عفوا ونيجي نسحب در هنا، تمام. نسحبه كده شوي ونحرك، وانت يعني بتسحب وتحرك كون نغير الزاوية أو التدوير اللي كده بحيث يطلع شكله احترافي لما نسوي تحريك بهذه الطريقة، تمام. هنزيد كده ونجي نسوي له كيرف وهنختار هذا ريتش بهذا الشكل. What if you could reach 62 تمام ممتاز. طيب الآن الخطوة اللي بعد كده هنجي كمان نسوي له دوبليكيت كده أو تكرار من هنا. طيب هنجي نخليه هنا اوكي، ممكن نسحبه كده شوي. طيب هنجي للسهم هذا يا شباب ونجي من القص علامة التحويل من هنا ونسوي انعكاس بحيث نركز كده. هنرجع مرة أخرى ونجي للضبط أو الأساسي ونجي نسوي التدوير بمكان المناسب كده. هنا نتحكم في الموضوع ونتحكم في كل حاجة كده بحيث يكون شكله كده متوازي مع السهم الآخر تقريبا كده نوعا ما كويس. هنجي أول شيء الآن نزيل النقاط هذه، نزيل برضو النقطة هذه كمان نسويها إزاء اوكي. نخش الآن للقناع من هنا ونضغط على الضبط والتدوير، نجي ندوره كده بحيث يكون معنا بهذا الشكل، تمام. الآن نسحب كده كمان شوي ونضيف نقطة، سوي تحريك وتدوير. التدوير مع التحريك زي ما تشوفوا الآن كده، تدوير مع التحريك كده شوي برضو حاجة زي كده، تمام. في نريا كده شوي نعطيه كبوينتس نعطينا وتصح زي ما انتم شايفين كده صارت معي الآن، تمام. هنجي للطبقة هذه وهنجي للطبقات أو الطبقة ما هنا نخليها رقم 3 نعطينا وتصح وتشبه الآن. What if you could reach 62 million new clients? If you weren't okay زي ما انت شايف فكل اللي هنسوي الآن هنقرب هذه كمان شوي كده شوي. What if you could reach 62 million new okay. لا كل اللي هنسويه هنجي نضيف التكست. فهنجي إضافة تكست ونقول له تمام ونختار الخط نجي نضعه هنا. لا كل اللي هنسويه هنذهب إلى المؤثرات ومن المؤثرات هنذهب إلى الإنارة ومن الإنارة هنسحب كده الأسفل نختار هذا التأثير شكله كده حلو،
نكبره كده شوي كمان يكون معنا هنا. تمام. نجي بعدين الرسوم المتحركة والانيميشن، وهنجي نختار انيميشن محدد معنا هنا. اما نختار هذا مثلا 1. if you want نخلي مدة تبعه 1. اوكي بهذا الشكل زي ما انتم شايفين 2 مليون يوكلا. طيب نجي نضرب المكان المناسب قبل كل شيء زي كده مرة أخرى. تمام. ونجي شوف وين هيبدأ السهم يكفون. if you could reach زي ما نسيبين السهم وقف معنا هنا نقربه كده شوي 62 مليون يو. if you could reach 62 مليون يو. اوكي نيجي للطبقة هذه طبقة تكس نسوي لها تكرار ونتأكد متى هينتهي معنا السهم الثاني. زي ما انتم شايفين هيبدأ يتوقف معنا هنا. نسحب هذه لين هنا بالشكل ونضغط عليه كذا نحركها للجهة المقابلة. تمام. ونجي نضغط على النمط نسوي كذا تحديد الكل ونكتب بهذا الشكل معكم لمبة التشغيل. What if you could reach 62 million new clients؟ تمام. ممكن نقربه كده شوي برضه new clients. تمام. ممكن كمان انك تجي لهنا وتكبر هذا شوي لحاجة على اساس تكون متوازي مع الأولى. كون هذا زي كذا. تمام. نجرب كده. What if you could reach 62 million new clients؟ طيب ممكن نجي لهنا ونسوي الآن كتة خطأ لتكست لين هنا وهذا الشكل نريه مرة أخرى تراكب ونجي للسهم هذا لين هنا وبرضه هذا السهم نقصه تنهي ونبتجه الآن. What if you could reach 62 million new clients؟ تمام. الآن سطلبت كده هنكون بإضافة تأثير مؤثرات الفيديو. مؤثرات الفيديو ما هنا وهنتابع حاجة اسمها تشويش ونختار تشويش بتمول. What if you could reach نطر الضغط وننزل الحتة what if الضبابية نجي إلا السرعة نخليها نخليها على 5 إلى 5. What if you reach 60 نخليه هنا. What if you could reach 60؟ What if you could reach هذه العددات يعني زي ما انتم شايفين كده نرجع نختار الصح نقول له عنصر ونختار الخلفية اوريدي مختار الخلفية هنا. تمام. فأنا هجي أخلي كده لنهاية الفيديو. طيب نقوم بتشغيل الآن. What if you could reach 62 million new clients؟ تمام. if you market to Hispanic American. طيب الآن هنجي لنهاية ونبدأ نضيف مثلا خلفيات أخرى على أساس نضيف كمال للمقطع تراكب. أوكي زي ما شايفين فأنا ضفت هذه الصور. تمام. فهنجي برضه نقل الحجم تبعهم من هنا تغيير الحجم ونقل الحجم كده. الصورة اللي بعدها أساسي تغيير الحجم كده. برضه هنا بنفس الكلام نكرر الطريقة ونغير الحجم كمان هنا. فينا كمان نسوي تغيير الحجم هذا الشكل. طيب الآن كل هنسويها عندي نختار أول بعده نخليها مثلا هنا. ممكن كمان نسوي تدوير إلى الزاوية هذه حاجة زي كده. تمام. برضو الإفكت هذا هنخليه هنا وممكن الإفكت هذا نخليه هنا. الأساسي تدوير وندور كده شوي ده هذا يكون شكله كده شكلات طافي. تمام. الإفكت الأخير هنا عندي نسوي أساسي تدوير لكن هنجي نضعه هنا. تمام. اللي كده شوي نسحب كده شوي خليه كده هنا. ممكن هذا نثبت التدوير بهذه الزاوية يعني هذه مجرد كده لمسات انت بتسويها. فهنتوا شوي هنتوا شوي الله هنا تدوير بزي كده. اوكي هنا لين. طيب الآن خطوة بعد كده هنبدأ نسوي التحريك. فهاجي لأول واحدة هنا اجي للبداية سوي كيفرين هنا نقطة نسحب كده شوي حاجة بسيطة بس نيل الكيفرين الأولى ونسحبه كده لين هنا. كنا معنا كده نجي الكيرف ونختار الكيرف هذا برضو كده هنا بنفس الطريقة كيفرين نجي نبدأ كيفرين برضو وهنجي نخلي هنا في الأسفل جراف ونختار ميكروفات. برضو هذا بنفس الكلام تأكد لكيفرين هنا كيفرين نجي لين نبدأ كيفرين نسحب أسفل نسحب كده شوي جراف ونختار الجراف هذا بتتكلم وتصح الصورة الظهيرة هنا ونجي نسحبها كده أسفل نختار الجراف يكون شكله كده نختار وتصح ومبتزين. If you market to Hispanic Americans طيب الآن كلها نسويها هنجي لنهاية نجي للطبقات ونخليها رقم 5. طبقة هذه نخليها رقم 5. طبقة الشخصية الكاركتر كم لما تشري. What if you could reach 62 million new clients؟ If you market to Hispanic Americans طيب الآن نحط لي بعد كده اللي هي تحريك القطع هذه أو الخلفيات هنجي لين هنا.
تمام. الآن نذهب شوي لمطرات الفيديو. مطرات الفيديو هذا بلمل هريري من هنا. هذه الأشياء بلا حاجة اسمها اهتزاز الكاميرا زي ما انتم شايفين. هذا خيار أو هذا افكت جرافيك انما اهتزاز الكاميرا فريز. تمام. فتضغط عليه كذا وتخلي عدد كذا 25 وهنا تخليها على 21. تمام. تعطيها متصح. بعد كذا هنقوم الآن بالذهاب إلى العنصر. نمدد الافك شوي عنصر ونختار أول عنصر. تعطيها متصح طبعا. نتأكد من المسافات. هنجي نشوف هنا من التراكب. تمام. نرجع هنجي للمؤثرات ونتأكد نحن مسوين المؤثر له بهذا الشكل. تمام. ممكن كمان نصير هذا له. طيب الآن كل اللي هنسويه هنسوي كمان تكرار والعنصر نختار الآن العنصر الآخر مهي. رقم 2 نعطيها متصح. برضو ممكن نسوي تكرار عنصر. رقم 3 تكرار عنصر. رقم 4 كده. What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest growing community demographic. زي ما انت شايفين كده فتقدر انك من خلال الطريقة هذه تسوي هذا التأثير. طريقة سهلة جدا. هنكمل التراكب. ممكن كمان نسوي قط تقسيم سوي هذا الشكل. What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans, you'll reach the fastest group. زي ما انت شايفين. طيب لا فينا كمان نضيف افكت تأثير. هنجي الأساسي ونسوي التدوير. هنخليه على 90 درجة تكبير الحجم. خليه كذا ونجي برضو لير المزيكا هنخليه فلتر ونقلل الشفافية تبعه ونقلل الشفافية كذا. تمام. نجي لها نسوي خطر للطبقة سوي إزالة. تمام. طيب ممكن كمان نجي نخلي هذه رقم 1 للطبقة. خليها رقم 1 كذا بهي تكون على الخلفية فقط. What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic America. زي ما نسايشين صار كذا شكلها احترافي جدا. فبعد كذا قوم بعملية إضافة الإفكتات مؤثرات الصوتية. تجي إلى مؤثرات الصوت وتختار ذبر الترانزيشن. تبدأ بعدين تشوف الترانزيشن. مثلا الترانزيشن هذا. What if you could reach. ممكن تقصه كده مدى شوي ونخليه لأن بداية. What if you could reach. تمام زي كذا. ممكن كمان تضيف مؤثر آخر. مثلا المؤثر هذا 62 مليون نيوكل. هنجي نخليه هنا من أول حركة السمع على أساس بيكون شكله كده نوعا ما كويس. What if you could reach 62. تمام. ممكن نسوي له تكرار عشان يطلع معنا هنا. What if you could reach 62 مليون نيوكل. كبروا كمان كده شوي. Could reach 62 مليون نيوكل. تمام كويس. الشيء الآخر فيك بعدين تجي لهنا وتضيف برضو مؤثرة صوتية. تختار وش. معكينة في القائمة هذه مليون وش. مثلا الوش هذه ممتازة جدا. جبت Hispanic American. زي ما انت شايفين كمان فيك ترفع لها الصوت. جبت Hispanic Americans. You'll reach the fast. حاجة كده حلوة. What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans. برضو هذه ممكن نقرأ للصوت على أساس يكون شكله مستفز. اللي كده new clients. تمام. هنا برضو نقرأ للصوت بنفس الطريقة اللي كده to reach. يعني هذا مجرد مثال. المؤثرات الصوتية أنت تختار المؤثرات الصوتية اللي تناسبك واللي تشوفها متناسبة معها. What if you could reach 62 million new clients? If you market to Hispanic Americans. زي ما شايفين فدي كلها سوينا عن طريق كاب طريقة سهلة جدا. بنكون الطريقة اللي بدكم. لا تنسوا من اللايك ومشاركة ونتورنا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. هنشرح حاجات مختلفة تماما. شكرا على خير. في أمان الله.